السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله في هذه الحلقة هنعرف التعارض بين لوقا ومتى حول أسماء تلاميذ يسوع. مع ان الترجمة اليسوعية قالت ان متى ولوقا ناقلين من مصدر واحد اللي هو انجيل مرقس، لكن نجد برضو خلافات ما بين متى ولوقا في اناجيلهم. فنجد متى في 10:2 يقول: واما اسماء ال12 رسولا فهي هذه: الاول سمعان الذي يقال له بطرس، واندراوس اخوه، يعقوب بن زبدي، ويوحنا اخوه، فيلبس وبرثو لماوس، توما ومتى العشار، يعقوب بن حلفي، ولباوس الملقب تداوس، سمعان القانوني، ويهوذا الاسخريوطي الذي اسلمه. ونجد نص لوقا 6:13 يقول: ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم ايضا رسلا: سمعان الذي سماه ايضا بطرس، واندراوس اخاه، يعقوب ويوحنا، فيلبس وبرثو لماوس، متى وتوما، يعقوب بن حلفي، وسمعان الذي يدعى الغيور، يهوذا اخا يعقوب، ويهوذا الاسخريوطي الذي صار مسلما ايضا. طيب، عرفنا النصين اللي اتكلمت على تلاميذ يسوع، متى 10:2 ولوقا 6:13. تعالوا بقى هنقارن ما بين الاسماء، ومش هناخد في الاعتبار الاسم ان يكون يعني حرفيا موجود في متى وفي لوقا. يعني مثلا على سبيل المثال في متى يقول يعقوب بن زبدي، لوقا يقول يعقوب. احنا هنتجاوز عن الموضوع ده وهنعتبر ان يعقوب بن زبدي هو يعقوب، مع ان في يعني 50 مليار يعقوب، بس مش مشكلة، هنتجاوز عن هذه المسألة علشان ما نعقدش المسائل. طيب تعالوا بقى نقارن كده ما بين اسم في متى والمقابل ليه في لوقا. في متى يقول سمعان الذي يقال له بطرس، لوقا بيقول سمعان الذي سماه ايضا بطرس، متى بيقول اندراوس، لوقا بيقول اندراوس، متى بيقول يعقوب ابن زبدي، لوقا بيقول يعقوب. قلنا هنتجاوز عن هذه المسألة، مع ان المفروض دوت وحي يبقى الكلام واضح وثابت وحرفي. يوحنا في متى وفي لوقا يوحنا، في متى برثو لماوس وفي لوقا برثو لماوس، في متى سمعان القانوني، في لوقا سمعان الذي يدعى الغيور، متى يقول توما، لوقا بيقول توما، متى بيقول عن نفسه متى العشار، مش مشكلة يعني لنا فيها تعليق بعد كده، لوقا بيقول متى بيقول فيلبس، لوقا بيقول فيلبس، متى بيقول يعقوب بن حلفي، لوقا بيقول يعقوب بن حلفي، متى بيقول يهوذا الاسخريوطي، لوقا بيقول يهوذا الاسخريوطي. ولكن في الاسم 12 يقول متى ولباوس الملقب تداوس، ولباوس الملقب تداوس. ولكن في لوقا يغير الاسم ويتناقض مع متى ويقول يهوذا اخا يعقوب، يهوذا اخا يعقوب. يبقى نجد ان متى ولوقا تعارضوا مع بعض في الاسم 12. واحد بيقول ان واحد اسمه لباوس، والتاني بيقول ان هو اسمه يهوذا. نرجو ان تكون وضحت الفكرة. نستودعكم الله، نكمل الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.